فاليمن بلاد سنة وبلاد أهل السنة وأهلها أهل سنة، وستكون كذلك بإذن الله جل وعلا. فما علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نتخلص من هذه الشوائب التي عكرت الصفو، نعم، والتي جعلت هذه الأشياء في اليمن، إذا أردنا أن نتخلص منها وأن نخلص منها قومنا، ما علينا أيها الإخوة إلا أن نقبل على السنة تعلما وحفظا، ثم بعد ذلك تبليغا ودعوة وصبرا على ذلك، وتصديا لأهل الباطل والحرص على أن نفند شبه أهل الباطل، وندعو إلى الله جل وعلا بعلم وبصيرة، وبإذنه سبحانه وتعالى سنخلص اليمن وأهل اليمن من هذا الشيء الذي هو دخيل على اليمن، وسنرد اليمن إلى ما كانت عليه من سابق. فبلاد اليمن بلاد سنة، نعم، فغلط أن نقول أن هذه البلاد اليمن الأعلى بلاد زيدية أو بلاد شيعة، لا، الشيعة دخيلة على اليمن، الزيدية دخيلة على اليمن، الصوفية دخيلة على اليمن، الحزبية دخيلة على اليمن. الأصل في اليمن السنة والدعوة إلى السنة والعمل بالسنة والدفاع عن السنة والانتشار في الدعوة إلى الله وفي تزويد الجيوش بالمقاتلين، فهم مدد أهل الإسلام أهل اليمن. وإنما الذي جعلهم يتخلفون هو من سمعتم بسبب غياب حملة أهل السنة، بسبب غياب حملة أهل السنة، نعم. فعلينا يا عباد الله بألا نستسلم ولا ماذا نؤمن بما يقولون أن تلك البلاد للشيعة وأن تلك البلاد للصوفية. لا، اعلم أيها الصوفي أنه لا بقاء لك في بلدنا اليمن، واعلم أيها الرافضي الشيعي الخبيث أنه لا بقاء لك في بلادنا اليمنية. فالبلاد اليمنية بلاد سنية سلفية على منهج ومذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالمطلوب يا أهل اليمن أنكم تقبلون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم سلاح نتخلص به من أهل الباطل، نعم. فانظر كيف كانوا يكذبون الشيعة على بعض القبائل، يقولون هؤلاء يتمكيجون، يا مسكين هذا نور السنة، نور السنة، نعم. فأهل السنة وجوههم منورة بسبب إقبالهم على كتاب الله حفظا وتفهما وعملا ودعوة، وبسبب إقبالهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.